اهلا بيكم في حلقة جديدة من ترندات وبس. النهاردة معانا خبر جديد عن نجم المهرجانات حمو بيكا اللي راجع تاني لدايرة الجدل، بس المرة دي مش بسبب اغنية، الموضوع اكبر من كده بكتير. تخيلوا معايا كده، حمو بيكا خرج من السجن من 3 شهور بس بعد ما قضى 2 حبس بسبب انه عمل حفلة من غير تصريح. ولسه الدنيا بتهدى لقينا خبر بيقول ان المحكمة ايدت حكم جديد عليه بالحبس سنة كاملة وكمان غرامة 500 جنيه. طيب ايه اللي حصل؟ تعالوا نرجع ورا شوية ونفهم الحكاية من الأول. النيابة كانت أخلت سبيل حمو بيكا في قضية اتهم فيها بحيازة سلاحين أبيض، والقضية اتحولت لمحكمة الجنح اللي حكمت عليه في البداية غيابيا بالسجن سنة. بعد كده لما حمو بيكا عرف بالحكم قدم معارضة علشان يحاول يلغيه أو يخففه، لكن المحكمة رفضت المعارضة وأيدت الحكم زي ما هو. وطبعا بمجرد الحكم اتأكد الشرطة بدأت تتحرك وقبضت عليه في منطقة الزمالك، وبعد تحرير المحضر اتنقل لاسم شرطة قصر النيل تمهيدا لتنفيذ الحكم. الموضوع لسه ما خلصش، حمو بيكا حاليا بيجهز استئناف على الحكم وهيتم النظر فيه قريب في محكمة جنح مستأنف قصر النيل. ومحامي حمو بيكا نبيل إسحاق قال ان قدام بيكا 3 سيناريوهات: يا اما المحكمة تأيد الحكم زي ما هو، يا اما تخففه، يا تلغيه تماما وتحكم بالبراءة او ايقاف التنفيذ. كل ده حصل بعد ما خرج من سجن برج العرب من 3 شهور بس، بعد ما قضى عقوبة 2 شهور في قضية الحفل اللي بدون ترخيص سنة 2018 واللي كانت بعنوان وش غضب، وما كانش معاه ترخيص من نقابة المهن الموسيقية. يعني بيكا للأسف رايح جاي على السجن ومستقبله الفني بقى في مهب الريح. كل ده هنشوفه الايام الجايه، بس الاكيد ان السوشيال ميديا مش سايبه حاجه تعدي. وتابعونا علشان نوصلكم دايما بكل جديد، وما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو وتشتركوا في القناه علشان ما يعديش عليكم ولا ترند. واستنونا في حلقه جديده من قناتكم ترندات وبس. سلام.